تقول لي انا حاسه ان انا كل حاجه بتترمي عليا. فقلت لها انت محسساني ان احنا عباره عن سله، واحنا السله، وكل حاجه بتتقال بتترمي جوانا. من اسباب المشاكل في التواصل وفي العلاقات ان احنا بناخد الكلام بشكل شخصي قوي. مهم قوي تفهم انه انت مش السله، مهم قوي ان انت تمسك سله قدامك، واي شخص بيرمي اي حاجه يرميها في السله، واحنا بناخد الباسكت دي نرميها في الباسكت الكبيره. لكن انا مش اللي بيترمي عليا الحاجه. بيبقى صعب اني اخد بالي من ده، لان كبريائي بيطلع ويقول اكيد ده كان قصده عليا، اكيد ده كان بيلقح كلام عليا. والمشكله انه بيتحول لشيء انا بصدقه، بيتحول لحقيقه بتتحط في اللاوعي عندي، وببتدي اشتغل بيها انه ايه ده، بص انا فعلا عملتها، الكلام ده فعلا كان عليا. عشان كده بنقول انه لما بتيجي تشوف حاجه بتضايقك معناها انها بتخبط في حاجه حقيقيه عندك. مش دايما بتبقى الحاجه دي عندك، بس لما بتصدق الكلام اللي بيتقال عليك بيتحول لسيلف فولفيلينج بروفيسي كده، تلاقي نفسك انت اوتوماتيكلي شغال بيه لانك صدقته، فبتبتدي تشوف نفسك بتعمله، وغصب عنك عقلك اللاواعي بيخليك تعمله، فبتبقى دايره كده ما بتعرفش تخرج منها. مهم قوي ان انا افصل الفصله دي واخد بالي ان الكلام ده لا ينطبق عليا، لان انا عارفاني. وخليك كريم بافتراض حسن النيه. بالطريقه دي هتعرف انك ما تاخدش كل حاجه بشكل شخصي، وتعرف تتواصل احسن، ويبقى عندك قدره على انك تسمع الاخرين بشكل افضل.